هكلمكم النهارده عن حاجه بنسمعها كتير كاطباء الاسنان من الاباء والامهات لما يتاخر التسنين عند احد اطفاله، يقول لي يا دكتور انا عايزك تكتب لي كالسيوم اصل ابني اسنانه لسه ما طلعتش. يا ترى هل الكلام ده صحيح؟ خلينا متفقين ان التسنين مش بيتم عند عمر موحد وثابت عند كل الاطفال، وانما هو عباره عن رينج او متوسط بيختلف من طفل للتاني، وده بيتم عشان في عوامل كتيره بتاثر في الموضوع ده، منها عوامل جينيه وراثيه، او عوامل زي ان الطفل ده ولد او بنت، او عوامل زي ان الطفل يتولد ولاده مبكره او يدخل الحضانه في بدايه الولاده. كل دي عوامل بتاثر بصوره كبيره على تاخر التسنين عند الاطفال. طب هو ايه العمر الطبيعي للتسنين عند الطفل؟ الطبيعي ان معظم الاطفال بيتم التسنين عنده من عمر 6 الى 7 شهور، وممكن يتاخر من 10 الى 12 شهر ويكون لسه في اطار الطبيعي. اما لو اتاخر عن السنه وقتها لازم ناخد راي اخصائي الاطفال لعمل بعض التحاليل والفحوصات اللازمه عشان نطمئن على مستوى فيتامين د ومستوى الكالسيوم في الدم، عشان لو محتاج ان الطفل ياخد سبلمنت او ياخد كالسيوم وقتها بيتم بجرعات محدده وثابته بيحددها اخصائي الاطفال. ايه ده يا دكتور، يعني مش لما يتاخر التسنين عند الطفل لازم اديله كالسيوم؟ لا طبعا، لان زياده الكالسيوم في الدم عند الطفل لو هو مش محتاجه، يعني الكالسيوم الزياده اللي اخده ممكن يترسب في الكلى على هيئه حصوات كلويه، وده بيأثر على صحه الكليه عند الطفل. عشان كده الطفل ما ينفعش ياخد الكالسيوم الا لما نكون عملنا التحاليل والفحوصات اللازمه وعرفنا ايه السبب في تاخر التسنين. وزي ما احنا متفقين ان التسنين ممكن يستمر لحد السنه لغايه ما يبدا، وهو بيبدا عاده بالاسنان اللبنيه السفليه الاماميه، بعد كده الاسنان اللبنيه العلويه، ثم الانياب، وفي الاخر الضروس الخلفيه. وبتستمر عمليه التسنين عند الاطفال حتى عمر السنتين الى السنتين ونصف.